النهارده واحنا بنتكلم والنادي الاهلي بيختم السنه سنه 2023 ببطوله، هي بطوله قويه وبطوله غاليه بالنسبه له، لانه بينهي بيها السنه وبيبتدي بيه مشوار ممكن يكون للسنه القادمه، بطوله السوبر المصري والتغلب على مودرن فيوتشر حقيقه بنتيجه 4-2 بعد ماتش صعب جدا جدا. يعني الماتش اتحول كذا مره في الحقيقه في المباراه. 2-0 النادي الاهلي، والنادي الاهلي في الشوط الاولاني يعني كان الامور بالنسبه له متسيده، لكن في الشوط الثاني الامور الحقيقه اختلفت. قدر مودرن فيوتشر يعود مره اخرى للمباراه، بيتعادل 2-2 ثم المباراه يحصل فيها اكسترا تايم. ده كل ده ما كانش حد يتوقعه الحقيقه من جماهير النادي الاهلي ولا اي حد كان بيتفرج على اللقاء، سواء بقى الجماهير او حتى الجهاز الفني اللي كان قاعد على دكه البدلاء، سواء مودرن فيوتشر او كولر نفسه. الحقيقه كل الناس لمتوا على بعض التغييرات اللي حصلت في اللقاء، وكان يعني المحللين بيقولوا ان هو كان سبب من اسباب رجوع فيوتشر للمباراه. لكن خلي بالكم اللي نزل هم لاعبين اساسيين كمان في النادي الاهلي، وان كان طبعا مجرد لما اخذوا الوقت المناسب عشان يبقوا متواجدين بقوه الحقيقه في المباراه، قدروا يرجعوا الفريق لنفس النتيجه اللي كانت قبل كده، اللي هو الفارق هدفين. فبالتالي كان شكل النادي الاهلي خصوصا في الاكسترا تايم شكل مختلف واداء مختلف ونتيجه مختلفه. الابرز في هذه البطوله ان اللي جاب البطوله طبعا كل الفريق بيلعب بشكل جماعي، لكن ظهور موديست الحقيقه بالهدف اللي احرزه بالاسيست اللي عمله خلى الحديث عن موديست هيختلف. هل السنه الجديده بالنسبه لموديست مع النادي الاهلي هيكون ليها شكل مختلف؟ هل الراجل بالهدف ده وفرحه الفوز باول بطوله ليه مع النادي الاهلي ممكن تخليه يجتهد اكتر في التمرين ويشتغل اكتر في التمرين، فنشوف موديست بتاع بروسيا دورتموند وبتاع الدوري الالماني، بتاع الدوريات اللي يمكن عاشها في اوروبا؟ وارد تكون فرصه مهمه لموديست. وبالتالي كان امبارح او كان يوم يعني فوز النادي الاهلي بالبطوله كان شيء مهم جدا. خلي بالكم النادي الاهلي من بدايه الموسم ما حققش اي بطوله، حقق المركز الثالث بكأس العالم للأندية، ولكن برضو البطولات اللي هي بتبقى بطولة انت الأقوى فيها او انت اللي شلت كاس البطولة بيبقى ليها شكل مختلف، تحقيق الميدالية مختلف عن انك بتبقى بطل البطولة. فالنادي الأهلي كان يهمه جدا انه يكسب بطولة السوبر بالشكل الجديد اللي هو الأربع فرق اللي احنا شفناها بقى من خلال التصفيات اللي حصلت. بيراميدز بيخسر ثم وبيكسب مودرن فيوتشر وبيقابل الاهلي اللي كسب سيراميكا. ده شكل جديد للبطوله. كان يهم برضو النادي الاهلي انه يحصل على اول بطوله ليه بالسوبر الجديد بالشكل الجديد. قدر الحقيقه يعملها. حقيقه عايز اقول لكم بمنتهى الامانه هنروح وهنيجي كل الفرق هتلعب، مفيش حد بقوه النادي الاهلي. بيجتهدوا واجتهاد كان يعني رائع الحقيقه من مودرن فيوتشر، واجتهاد واضح جدا ان هم تعبوا وجريوا وضغطوا وقدروا ان هم يعودوا للمباراه، لكن في الاخر خبرات لعيبه النادي الاهلي وقوتهم ومهاراتهم وامكانياتهم بالاضافه الى الامكانيات الفنيه اللي عند كولر والجهاز الفني واستقرار النادي الاهلي ومؤسسته وامور كتيره جدا هي اللي بتخلي النادي الاهلي يتغلب على اي فريق. كل الاحترام، ادينا بنتكلم اهو على بيراميدز مركز ثالث، مودرن فيوتشر الوصيف، الزمالك لم يشارك، بنتكلم سيراميكا بامكانياته برضه بعيد. فبالتالي عشان بس نفضل نقول يعني في كل الناس بتجتهد، لكن بيفضل النادي الاهلي هو الاقوى يعني بناء على الارقام والبطولات وامور كثيره جدا داخل هذه المؤسسه العريقه اللي ممكن نقول انها هي الافضل من وجهه نظري الشخصيه، مش عشان انتمائي للنادي الاهلي، لكن هي الافضل. لو احنا اخترنا في 2023 الافضل في 2023 هو النادي الاهلي، كمان بعد ما حصل على الافضل في افريقيا. امور كتير جدا برضو يعني ارقام بتضاف للنادي الاهلي.